عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. ان شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي وصحة وعافية. طولت عليكم شوية في الغيبة، اما ما جيتش ايدي فارغة. جيت وجبت لكم معايا شوربة عدس تركية. ان شاء الله نجموا نطيبوها في سيدي رمضان، بدلوا شوية ما بين الشربات الاخرين. ما تمشيوش، اقعدوا باش نوريكم الطريقة سهلة وفي متناول الناس الكل. كيف ما قلت لكم في الاول، ان شاء الله باش نطيب شوربة عدس تركيا اللي هو شوربة العدس الاحمر. نتصور موجود في كل بلاصة توا ولا. الوغ عنا هوني كيف ما تشوفوا عدس احمر. بالطبيعة باش نستعمل الكرافس اللي نستعملوها في شربات الكل. نص راس كبير بصل قصيته، وهوني لفاحات كيف ما تشوفوا كيلت كل شيء مقدار مغرفة متاع قهوة. عنا الملح، نصف ملعقة متاع سكانجبير، ونص ملعقة متاع لي زيرب دو بروفونس. عندنا كيف نص ملعقة متاع فلفل اكحل، فلفل زينة حلو ماهوش حار. وهوني عندي مغرفة كبيرة مليانة متاع تبلو كروية. كيف ما تشوفوا عنا هوني زيادة طماطم والهريسة. استعملت نص مغرفة متاع قهوة هريسة وملعقة كبيرة متاع قهوة مليانة طماطم. وبالطبيعة باش نستعملو الزيت اللي باش نقليو فيه البصل متاعنا. نقليو البصل متاعنا في الزيت. كيف ما تشوفوا البصل متاعنا هوني تقلى في الزيت، وتوا نزيدو عليه لفاحات متاعنا ذوكم الكل والطماطم والهريسة، ونخليوهم يتقليو شوية اخر مع بعضهم. البصل متاعنا واللفاحات تقليو. كيف ما تشوفوا استعملت كيس كبير متاع عدس. بالنسبة للعدس تلقاوه في كل بلاصة. وانتوما باش تقولوا يخي علاش انا ما استعملتش البطاطا والسفنية. على خاطر انا عندي العدس متوفر، معناه مش مستحقة اني باش نزيد عليهم الخضرة. وهذا الباكو متاعو هذاك علاش باش نستعمل كل العدس اكاهو، مانيش مستعملة معاه الخضروات. وبالنسبة للعدس تلقاوه حتى في تونس موجود، راهو انا شريته مرة في تونس. نكونوا احنا توا مغلين الماء ونصبوا نمرقوا على العدس متاعنا، نصبوا شويه نخليوه يغلي، ونزيدوا عليه الكرافس اللي شفتوها في الاول، نخليوه تغلي شويه ومن بعد نزيدوا نكملوا نمرقوا. واللي شفتوه هذيك نص طابع متاع كنار متاع دجاج. انا ما نطيبهاش بالدجاج، اهو نكهها بشويه بالنص هذاك. وتوا نكملوا نمرقوا الشربة متاعنا. بو انا حطيت إطرة ونص ماء سخون يغلي، وانتوما من بعديك كي تزيد الطيب تشوفوا كان ناقصة زيدوها. كيف ما تشوفوا الشربة متاعنا تابت وحضرت، مبقالنا كان باش نرحيوها. هذه الشربة متاعنا بعد ما رحيناها، كيف ما تشوفوا ما هيش خاثرة وما هيش جارية برشا. كيف ما تشوفوا شربة العدس متاعنا حضرت. زينتها انا بشوية زيت زيتونة وشوية فلفل زينة حار، ورشت عليه شوية معدنوس. كيف ما تشوفوا حتى القارص اللي هو الحامض، وكل واحد وكيفاش يحب ياكلها. ورافقتها بكعيبات كفتة البطاطا التونسية وشوية من الكفتة متاع البروكلو، وكل واحد وكيفاش يحب ياكلها. واللي اول مرة يتفرج في الفيديو متاعي وعجبته الريسيت، كما العادة ما ينساش باش يعملوا سبسكرايب ويفتحوا الجرس هذيك الصغير اللي على جنب، باش كل مرة يجيوه الجديد متاعي. في امان الله توا وبسلامة، وملتقانا ان شاء الله في ريسيت جديدة.